السلام عليكم اعزائي. اليوم جبت لكم وصفه بسبوسه بالكراميل. ان شاء الله تعجبكم وتكون في حسن ظنكم، وجربوها ان شاء الله وما تندموش. عندنا للشربات 2 كيسان تاع سكر، وانا درت دوائر تاع الليمون، واللي يبغيها مشربه اكثر يدير 3 كيسان تاع السكر و6 تاع الماء. دائما كاس تاع السكر نقابلوه 2 كيسان تاع ماء. انا راني درت 2 كيسان تاع سكر و4 كيسان تاع ماء مع 2 شرائح تاع الليمون. خاطرش عندي شربات غادي نزيدها، راهي عندي حضرتها قبل. معنا المقادير تاع البسبوسه. عندنا قشور الليمون، الزيت، السكر، وزوج يايوغ طبيعي، واللي ما عندهاش يعوضها بكاس حليب. وان شاء الله تعجبكم الوصفه، تبعوها معايا من الاول الى الاخير. عندنا 4 بيض والسميد وزوج خميرة حلويات او لاليفي مع قرصة تاع الملح. ما نسوهاش، ونوعية السميد تكون من هذا النوع المتوسط اللي يجي رقيق، ما تجيش هذاك الخشين، خاطرش ما يقعد لنا هكا يتغزغز في الفم، ما يجيش كيما هذا. النتيجة تاع هذا المتوسط يجي رائع. نبداو بسم الله على بركة الله. قرصة تاع الملح، ونزيدو البيض تاعنا. انا درت 4 حبات بيض، واللي يكون عنده الحجم صغير يدير 5. نعرفوا باللي البيض تاع دروك راه يجي صغير بزاف. ندرب البيض تاعي مع ديك القرصه تاع الملح حتى يولي رغاوي كما راكم تشوفوا فيه. نطلعها هكا 2 دقائق ولا، ونبدا نزيد بالسكر غير بشويه. ندير السكر غير بشويه كيما الجينواز باش يجينا خفيف، نفس النتيجه تاع الجينواز. ولا عنده دراب اليدوي يستعمل الدراب اليدوي عادي. نديروا السكر تاعنا ونخلطوا حتى يولي خليط ابيض كيما راكم تشوفوا اعزائي. ونزيدوا الزيت غير على 3 مرات هكا كيما المايونيز بشويه، قلت لكم باش تعطينا نفس النتيجه تاع الجينواز. نزيدوا اليايوغ تاعنا، اليايوغ الطبيعي. انا درت واحد يايوغ طبيعي، واحد بذوق الليمون. ما كاش عندك دائما نعوضوه بالحليب. اللي يكون عندنا حاجه في الدار نعوضوها. واللي يبغي عصير برتقال، عنده عصير برتقال دير عصير برتقال، عصير الليمون دير عصير الليمون على حسب اللي متوفر عندك في الدار. ما عندكش ديما تستغني على الحليب ولا تنقصي الكميه تاع السميد. نخلطوها ونزيدوا القشور، التخليطه خفيفه هذاك اليايوغت. نزيدوا نص تاع قشور تاع الليمون مع الاول، ومن بعد من ندير السميد نزيد هذيك القشور مع الثالث تعطينا باش تبقى الذوق تاع الليمون. ندير الكاس الاول تاع السميد، ونزيد الخميره الحلويات كما كتشوفوا. نخلط مليح هذا الخليط حتى يتشرب هذاك المواد اللي درناهم مع الاول. ومن الاحسن نغربلوه، اللي عنده الغربال تاع السميد يغربل السميد باش يجي خفيف. وفي نفس الوقت تاني باش نخلصوا مثلا كان فيه هكا اشياء ما نحصوش، رانا نشروه من برا ما تعرفش فيه، باش ننقوه. نزيد الكاس الثالث ونخلط مليح مليح. ندخل كاع هذاك السميد في المواد ونخليه يتشرب. بلا ما دهنت السني تاعي. راكم تشوفوا انا عندي السنيه تاع حجم عائلي، القطر تاعه يدير 40 ما 40 على 40. فرغت البسبوسه تاعي، العجين تاع البسبوسه تاعي كامل فرغته وسقمته، سويته مليح للسطح تاعه باش ما تجيش جهه غليظه وجهه مهوده. وخبطته هكا خبطه ولا زوج باش يجي الكراميل تاعي. درت فيها كاس سكر، مغرف تاع زبده، 2 يايوخت، وقرصه ملح. السكر تاعي درته في كاسرونه، دائما نديرو كاسرونه ثقيله وتكون غامقه مهوده بزاف، باش هكا نعرفوا بلي الكراميل من يغلي يولي خطر. نحركوه ملي انا من نكون مقلقه نحركه بالمغرف تاع اللوح، نخدم بالمغرف تاع اللوح ولا نبعد، دائما نبعد ونحرك كيما راكم تشوفوا. واللي يكون عنده الوقت يخليه غير ينقص له ويخليه غير روحه يذوب السكر حتى من تكراميليزا السكر، عاد باش نزيدو المواد الاخرين. راني حركته كيما راكم تشوفوا. هايدي الكوتل، بصح ما تخافوهمش هذوك الكوتل عادي، غير تكون نحركو راه فوق النار وحنا نحركو غادي يذوب. كل ما تحركي هذوك الكوتل هكا كيما تشوفوا بالمغرف تاع اللوح راني نهرس فيهم، ثانيه ولا 3 ثواني ها ولا يبدا يذوب. غير تبدا ديك الحراره تطلع للكاسرونه صاي يبدا يذوب. من نذوبوا كاع هذاك الكوتل تاعنا ما نخلوش ينحرق، نكونوا ناقصين. راكم تشوفوا النتيجه ها ولا داب. درت مغرف تاع مارغرين، شو ولا المغرف من نديروها وخرو. تشوفوا كيما راهو دائما نبعدوه، تشوفوا يبدا يطبخ، ومن يبدا يطبخ يبدا يفور. والكراميل نعرفوها باللي واعره، الحروق تاعها خطيره، من الاحسن نبعدو. نديرو قرصه تاع الملح. هذه القرصه تاع الملح مهمه في الكراميل. هذه القرصه تاع الملح تقلع هذيك الحلاوه الزايده تاع السكر.
تعطينا مذاق متوازن. من الأحسن زعما نعتمدوها دايمًا في الكراميل، واللي يبغيه حلو ما يديرهاش. درتها راكم تشوفوا كي راه بدا يطبخ من درت العلبة تاع الكراميل هاذيك الأولى وخلّط، يبدا يطبخ علاه نقول لكم وخّروا سيرتو وجوهكم ويديكم بعدو وحركوا. زدت العلبة الثانية نحرّكها هكا بنفس الطريقة تاع اللي حرّكت الأولى، وما تحتاجش طيب بزاف. اللي ما عندهاش اليايورت يعوضها بكاس حليب، ما عندكش كاس حليب ديري مغرف تاع مايزينا في كاس ما، خلطيها تعطيك نفس النتيجة. ما عندكش مايزينا تقدر دير 2 مغارف فرينة في كاس ما تعطيك نفس النتيجة تاع تجي لاصوص ثقيلة. شو المايزينا والفرينة خلّوهم يطيبوا، ماشي كيما اليايورت راه واجد نحركو تحريكة حتى يطبخ ونطفّوه. الفرينة والآخر نخلّوه يطيبوا. راني درت عطر الكراميل خاطرش هاد اليايورت ملي ضفتيه ما لقيتش فيه البنة كيما تاع بكري ماشي يجي بنين، ذوق الكراميل ما فيهش بزاف. زدت الذوق هاذيك باطاغون تاع الكراميل، معطر تاع الكراميل، وخليتها راكم تشوفوا طبخة ولا زوج وطفيت، راه حتى ولا البريق كيما هاكا ولات ثقيلة. والبريق تاع خاطرش كل ما تخليها تطبخ غادي تنشف وتتقلق بزاف. سقيت البسبوسة تاعي غير خرجتها من النار من الفرن، سقيتها بالشربات تاعي كنت درتها في تبرد. ملي تكوني مقلقة دايما أعزائي تكونوا مقلقين ديروه الماء عادي في باسينة هكا حاجة كبيرة وخلوها تبرد غير شوية، ومن بعد دخلوها المجمد الكونجيلاتور بالخف. وانا اللي قلت لكم في البداية بلي كانت عندي الشربات كنت محضرتها إضافية. راني درت الشربات تاعي حتى اللي شربتها أنا تما درت تاع 3 كيسان ب6 ماء، كان عندي هذا المقدار نعرف الحساب. ندخلها وهي من طفينا الفرن غير ندير لها الشربات ندخلها ونخليها تشرب حتى من تشرب وتبرد باش تشوفوا النتيجه مع التالي تلقاوها تفتت حتى من شربت لي كاع هذيك الشربات. والاخر كانت في الكوشه وهي طافيه، خليتها حتى من نشفت عاد باش درت لها صوص كراميل. راني سرعت لكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل باش تتبعوا من الاول للاخر وتستفادوا ان شاء الله وتعتمدوها وصفه في رمضان ان شاء الله. واحد يغير تجي بنينه، انا نبغيها احسن من قلب اللوز ولا كيما يقولوا الشاميه. انا عندي هي افضل في رمضان نعتمدها هي بزاف. انا راني درتها كون تشوفوا طبقه رقيقه تاع كراميل من الفوق خاطر غادي ندير عندي الكاوكاو غادي نزين بالكاوكاو. واللي ما عندهاش كاوكاو يبغي الكراميل الذوق تاع الكراميل الموالف انايا من ما يكونش عندي كاوكاو نضاعف كميه تاع الكراميل وندير طبقه خشينه تجي البنه والله العظيم روعه مع داك الذوق تاع الليمون تجي روعه. درت لها كاوكاو كيما راكم تشوفوا وتحصلت على النتيجه النهائيه. وراني ما خليتهاش هي من الاحسن تبات، احسن تبات. انا راني ساعه وقطعتها باش نوري لكم النتيجه. راكم تشوفوها جايه تتفتت وحده ومشربه كاع شربت كاع الشربات تاعها راهي جات تذوب في الفم. والله النتيجه زعما روعه ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي. ان شاء الله تكون عجبتكم وتكون الوصفه في حسن ظنكم. وما تنساوش ابوني وجيم دائما نقول لكم جربوا واحد يجرب ما يخسرش، يجرب كميه قليله ما خسر والو. وان شاء الله تعجبكم. الى الملتقى ان شاء الله. ترقبوا فيديوهات جدد وان شاء الله وصفات جدد في رمضان ان شاء الله.